السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. الأهلي بيرتب أوراقه جيدا قبل 3 أيام إن شاء الله تعالى من بدء معسكر الإعداد اللي هيبدأ في القاهرة ب3 4 أيام يتمرنهم في ملعب التتش، وبعد كده يسافر إن شاء الله تعالى يوم 18 يبدأ التجمع في التتش 14. الجهاز الفني طبعا بياخد كل الإجراءات، القياسات البدنية والكشوفات الطبية والميزان وكل شيء خاص بالنواحي البدنية وتجهيز اللعيبة والدخول للتدريبات البدنية 4 أيام، ويسافر لتونس إن شاء الله تعالى في معسكر الإعداد يوم 18. إيه موقف وسام أبو علي من المعسكر أو من التدريبات؟ الأهلي حاطط كل اللعيبة في قائمة السفر وحاجز لكل الناس. هو منتظر وسام الرد النهائي بتاع المفاوضات اللي عنده والعروض اللي جات له، والأهلي قال شروطه وحدد سعره، ولسه الأطراف التانية ما قالتش الكلام النهائي. بس كمان برضو الموقف على بقية اللعيبة بكابتن محمد يوسف المدير الرياضي بيأمل انه ينجز الكثير منه خلال اليومين 3 اللي جايين ان شاء الله تعالى، وقبل يوم 14 بداية الاعداد. هنشوف ان شاء الله الامور تمشي على احسن حال. في المفاوضات نفسها، وده يخليك تقول انه ما احنا لازم نوصل للمرحلة المتقدمة من الوعي ديت. الزمالك على حد ما اكد الكابتن محمد عبد المنصف حارس الزمالك وكابتنه السابق انه اقترب كتير من ضم بيرسيتاو الجنوب افريقي مهاجم الاهلي السابق. ادي مهاجم الاهلي بينتقل للزمالك، راح لعب في قطر، الزمالك عايز يجيبه. للاهلي هيقول ان ده كوبري ولا دي معديه ولا الكلام من ده كله خالص. انت مشيت لاعب من عندك، من حقك ما دام انت سبته، من حقه هو ينتقل لاي نادي. فينتقل بيرسيتاو للزمالك، ينتقل لأي نادي آخر ينجحوا في الاتفاق معاه. من عدمه الأهلي ملوش علاقة بيه. محدش هيطلع يقول لا ده كان كوبري ولا كان نفق حتى. نفسنا نوصل لمرحلة من النضج في التعامل مع الأمور اللي زي كده. إنما كمان في السياق نفسه، الحقوا أوضة اللبس في الأهلي. مالها يا عم؟ مال يا عم لا قدر الله في إيه؟ فتسمع حد يقول لك لا ده الاهلي لازم، اعتقد كان الكابتن محمد عمار، لازم الاهلي يمشي وسام وزيزو وامام عاشور عشان يحل مشاكل اوضه اللبس. الله 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 الله. طب هي انتوا شفتوا اوضه اللبس فيها حاجه؟ انتوا بتحضروا العفريت من قبل الموسم ما يبدا. الناس اللي بتتكلم على انه زحمه النجوم هتعمل مشكله في الاهلي، اللعيبه دي كلها يا جماعه لعيبه محترمه وبتحكمهم لائحه منضبطه، والكل عارف حقوقه وواجباته كويس قوي. الاهلي ما فيهوش الكلام ده. ويعني فكره ان احنا نبدا كل يوم تسمع تعبير اوضه اللبس، اصل الخوف من اوضه اللبس. احنا كده الاعلام الرياضي بتاعنا له كل شويه مصطلح تلاقي الناس بتحب تقوله، شويه يقول لك السكواد وشويه يقول لك اوضه اللبس، يعني كل شويه في كلمه كده تلاقي الكل بيردد فيها. فاليومين دول الموضه بتاعت اوضه اللبس الحقوا، والناس تبدو انه اعلاميا بتحضر للاهلي عفريت. عموما مفيش الاهلي فيه الكلام ده خالص. الامور كلها بتحكمها لوائح، دي كلهم نجوم كبار محترمين عارفين اللي ليهم وعارفين اللي عليهم كويس قوي. والاهلي ساعه اي تجاوز او اي خروج شفتوا كتير من الوقائع ما بيتقاعدش ابدا عن تطبيق اللائحه على اي حد. وده بيخليني انبه لحاجه تاني مهمه قوي، انك انت اللعيبه تاخد بالها انه هيحصل زن كتير وهيحصل رغي كتير وهتصدر لك ازمات وهتتخلق لك مشاكل. ما هو حد مش عارف ينافسك على السطح، ومحدش عارف يبقى في الملعب في هذه النديه والمنافسه، فتبدا المساله في تحضير العفاريت التانيه دي بقى. اتمنى ان الاهلي يبقى واخد باله منها كويس. مش حابب ابدا الخناقه اللي على الهوا. كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى السابق
الراجل بيعملوا معاه مداخلات من امريكا، اعتقد الدكتور ايهاب الكومي، فالراجل خبط في بعض اللعيبه القدامى وكان من ضمنهم الكابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم. فالصقر زعل لما زكي عبد الفتاح قال لك ان احنا ايام برادلي جبناها علشان يكمل الريكورد الرقم العالمي بتاعه ويبقى عميد لاعبي العالم. وطلع احمد حسن رد وقال لك زكي منه فيه، ايش انت مين؟ انت لما جيتوا ما حدش كان عارفكم، وانتوا اللي جيتوا فجأة، واللي وانتوا وكلام من السياق ده. كلام زكي عبد الفتاح في خصوص حارس مصر الاول زي محمد الشناوي ده كلام ما يصحش يتقال من مدرب حراس. رقم 2 كلامه عن احمد حسن كعميد لاعبي العالم كلام ما يصحش. الردود كمان ردود قاسية. وهنا خليني اقول يا جماعة الخير، انتوا قدامكم جمهور بيتفرج، انتوا مؤثرين في تشكيل الرأي العام نفسه والوعي العام الرياضي ومستوى الاخلاق اللي الناس تتكلم بيه. فالناس يا تقول كلام فيه روح رياضية وفيه احترام وفيه تقدير، يا قلته احسن. ما ينفعش الكلام بهذا الشكل. اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين حددت جلسة يوم 14 يوليو كمان 3 ايام للزمالك لسماع اقواله في الشكوى بتاعت زيزو، بتاعت فلوس زيزو. الزمالك هيروحوا الجلسة دي ولا لا؟ خلينا نشوف. بس زيزو كمان طالب 82 مليون وكسر ومقدم الدليل عليها، وفنطهم المحامي الخاص بتاعه الاستاذ اشرف عبد العزيز وقال لك احنا مش بندعي، دي ارقام كلها مثبته. الفلوس ال 82 مليون وكسر عباره عن 3 مليون 333 الف، يعني 4 تلاتات، دول عن 15 مباراه شارك فيهم في الموسم اللي فات 24 25. له 15 مليون استحقاق موسم 22 23. ليه 20 مليون مكافاه مستحقة عن موسم 23 24. وليه 20 مليون عن موسم 24 25. وليه 23 مليون 969 ألف و23 جنيه، دول قيمة الإقساط الشهرية عن موسم 24 25. وليه 200 ألف جنيه بدل سكن، تجمعهم هتلاقيهم 82 مليون وكسر. قلت لكم امبارح ده تفنيطة دقيقة للفلوس اللي بيطالب بيها زيزو الزمالك، والمسألة سهلة جدا. هات يا عم النادي الزمالك ما يثبت ان انت اديته الفلوس دي. الفلوس دي موجودة في العقد، لو هو خدها وانكر هات انت دليلك. لو هو ما خدهاش يبقى ده حقه. انت بتقول انه امتنع عن التدريب كام يوم، شوف اللائحة بتقول ايه. اخطأ في كذا، شوف اللائحة بتقول ايه. يعني طبق اللائحة حسب ما هو منصوص فيها، وهات اثباتات الفلوس وتحويلاتها. ده الحل اللي تنتهي بيه مشكلة زي كده. امبارح بقى يعني ارحموا عزيز قوما، يعني ريال مدريد تلقى الهزيمة القاسية جدا والموجعة ليه من باريس 4-0 عشان يخرج الريال مكتفي بانه خد لغاية دلوقتي 73 مليون يورو مشاركته في كأس العالم للأندية. لكن باريس سان جيرمان صعد بالأربعة المؤلمة للريال، وصلت أرباح باريس من البطولة حتى الآن حوالي 92 مليون يورو، انتظارا للمكافأة الكبيرة في الفوز بكأس العالم اللي بقى باريس سان جيرمان بطل أوروبا أقرب كتير ليها. ومواجهته مع تشيلسي في الفاينل ما اعتقدش هيكون فيها الصعوبة اللي كانت في مباراة زي مباراة الأمس، واللي قدر فعلا باريس سان جيرمان يحسمها بدري يمكن تلت ساعة من الشوط الأول والنتيجة كانت وصلت 3-0. لكن لما تشوف كلام تشابي ألونزو المدير الفني للريال قال لك هزيمة موجعة جدا لكنه درس مفيد، وإن احنا عندنا أخطاء كتيرة بنتعلم منها. وقال حاجة مهمة قوي ناخد بالنا منها، قال لك أنا ده مشروعي لسه بيبدأ مع الريال، بينما باريس مشروعه بقاله سنتين فوصل لمرحلة متقدمة. هل احنا بندي مدربينا اللي بيتولوا ويبقى عندهم منهج هيطبقوه وسياسة وطريقة لعب واستراتيجية ملعب؟ هل مدربينا دول اولا هل عندهم الافكار دي ولا لا؟ هل حد فيهم جاي يدخل اسلوب لعب ويفرض طريقة اداء ويرفع معدلات ويعمل هذا التناغم، ولا بيشتغل يوم بيوم؟ طب لو عنده هذا السيستم وهذا الوعي وهذه الطريقة
او هذا عنده النوتة ديت، هل بيتساب وقت كافي؟ هل حد بيصبر له؟ لا ده مؤكد ولا ده موجود. لكنه اتمنى ان احنا نتقدم شوية في التعامل مع فرق البطولات بتاعتنا. وان شاء الله تعالى الاهلي مع خوزيه ريبيرو، الراجل قال لك انا عايز بعض الوقت، عنده فرصة، هو هيقدر يعمل معسكر اعداد. عندك لعيبة على درجة عالية جدا من الكفاءة والجودة، يقدر يطبق من خلالهم طريقة اللعب المناسبة. شفنا كورتوا امبارح بيقول لك احنا ما قدرناش نضغط. واحد زي اشرف حكيمي كان بياخد وقته الكافي قوي في الاستلام والتحرك ومحدش بيضغط عليه. فكرة ان انت تضغط واحدة من اهم الاساليب اللي تقدر تخليك اولا المنافس بتاعك ما يسيطرش وما ينفذش افكاره، وفي نفس الوقت انت تحاول تستحوذ على الكرة تاني. الضغط المستمر او لاطول فترة ممكنة محتاجة حالات بدنية جيدة. الاهلي خد 18 يوم راحة، يرجع. اتمنى انه يبقى فيه رفع لمعدلات اللياقة البدنية، يبقى عندك انت كتير من القدرة على ان انت تستخدم اكبر عدد من اللعيبة، لانه انت عندك ما شاء الله دلوقتي عدد كافي جدا تقدر تشرك ده وتريح ده، تقدر توزع المجهود فيما بينهم. اعتقد ده جزء من استراتيجية خوزيه ريبيرو. النبي استوقفني حد من الاصدقاء المتابعين في الفيديو اللي كان المهندس ابراهيم المعلم بيتكلم فيه عن الكابتن صالح، وانه ما شافش حد حب الاهلي قد كده، وحكى على الكابتن صالح حتى وهو في فراش المرض الاخير وبيعاني من الام السرطان. ربنا يحفيكم ويحفظكم ويحميكم جميعا. كان بيتكلم عن الاهلي وانتوا قاعدين هنا في لندن وسايبين الاهلي ازاي. فاشوف انه في الفيديو ده لقيت تعليق من صديق اهلاوي متابع معرفوش شخصيا لكن ليه كل الحب والتقدير، احمد امبابي. من اهمية كلامه هقوله علشان نريحه شوية، لانه بيقول انا اشتريت باقة نت علشان خاطرك يا استاذنا، لانه الارض عطلان ولازم اتابعك، خلاص ما بقدرش ما اسمعش كلامك ولا اقدر على بعد الاهلي. تخيل حبيت الاهلي اكتر من الادوية. جبت باقة بدل ما اجيب نوع من العلاج اللي انا باخده علشان اقدر اسمعك واطمن على الاهلي، لانه اهم حاجة ليا في حياتي. بصوا يعني الناس اللي بتحب الاهلي من جوه قوي ليها كل الحب والتقدير والاحترام والمحبة. وان شاء الله تعالى قاعدك يا استاذ احمد مزيد من الوقت، مزيد من اختصار الوقت علشان ما نطولش عليك، لكن بطمنك على الاهلي جدا. الاهلي طول ما فيه ناس شغالة وبتحميه وشغالة علشان ترفع شأنه هيفضل يكسب كل حب جمهوره، اللي اديكوا شفتوا البطولة اظهرتهم قد ايه. شكرا لأحمد امبابي، وشكرا لكل اهلاوي عارف ان الاهلي مصدر سعادته وعارف انه مطلوب الحفاظ على مصدر السعادة. شكرا لحضراتكم.